أهلا بيكم معايا. أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. ولسه مكملة معاكم سلسلة مواقف يومية، وحلقة النهاردة بعنوان كيس الزبالة. يوم عادي جدا زي أي يوم، الروتين هو صحيت بدري شوية علشان أجهز أكياس الزبالة. بحس براحة عجيبة لما بلم كل حاجة محتاجة تترمي وأحطها في الكيس وأقفله وارميه. هتكلم عن كيس الزبالة. كلنا في بيوتنا عندنا أكياس زبالة، ومن اسمها نعرف إيه اللي جواها. وأكيد كلنا عاوزين نتخلص من الأكياس اللي عندنا وبسرعة. كل واحد فينا وليه طريقته اللي بيتخلص بيها من الأكياس دي. في ناس بترمي الكيس أول بأول، الصبح بدري أو آخر اليوم، وأحيانا مرتين في اليوم. وفي ناس بتستنى لما الكيس يتملي على الآخر وبعدين يرموه، وممكن في الحالة دي الكيس ما يستحملش ويتقطع، ونضطر نجيب كيس تاني ونرجع نلم الزبالة فيه من أول وجديد. وفي ناس بتنسى ترميه، وتبدأ بقى الروايح الكريهة والحشرات اللي بتتلم عليه. الناس أنواع. طب الناس اللي بترميه فين؟ برضو كل واحد وليه طريقته. في ناس بترمي الكيس أول بأول وفي مكانه الصح، المكان المخصص لأكياس الزبالة. وفي ناس بتكسل وبتحطه جنب باب الشقة مثلا لغاية ما يجوا خارجين وياخدوه معاهم. وطبعا مش بس الحشرات اللي هتتلم عليه في الحالة دي، ده الحيوانات كمان. ده غير إزعاج الجيران بالروائح الكريهة والمنظر الغير لائق. المهم في الآخر بيرموه في المكان الصح. وفي ناس بتستسهل وبترميه من الشباك وما لهمش دعوة بنظافة الشارع ولا بالناس اللي هيتأذوا من زبالتهم. الناس أنواع. الصح أكيد إن الكيس يترمي أول بأول وفي المكان الصح. طيب ده بالنسبة لأكياس الزبالة بتاعة البيوت. إحنا بقى إيه؟ كلنا جوانا أكياس زبالة بنرمي فيها كل الحاجات اللي تعبانة وعايزين نتخلص منها. بنرمي فيها وقت ضايع، ذكريات مؤلمة وأماكنها تجارب فاشلة، وبنرمي فيها ناس كمان، ناس خانونا، ناس خذلونا، ناس جرحونا، وناس ظلمونا والتمسنا لهم ألف عذر وعذر، وبرضه بيرجعوا تاني ويظلمونا لغاية ما بتيجي اللحظة اللي بنفقد الأمل فيهم، وبيبقى مكانهم الوحيد هو كيس الزبالة اللي جوانا. وزي ما هو الصح إن كيس الزبالة بتاع البيت يترمي أول بأول وفي المكان الصح، نفس الحكاية كيس الزبالة اللي جوانا لازم يترمي أول بأول وفي مكانه الصح. وزي ما كيس الزبالة بتاع البيت لو اتساب بتطلع منه روايح كريهة وتتلم عليه الحشرات وأحيانا الحيوانات كمان، إحنا كمان لو مرميناش كيس الزبالة اللي جوانا هتطلع منه روايح كريهة تعكر صفو حياتنا ويتملك مننا الحزن والفشل، وهنصاب بالكآبة والألم وأحيانا الكره. طول ما احنا محتفظين بالذكريات المؤلمة والتجارب الفاشلة والأشخاص المؤذيين وخيبة الأمل وحاجات كتير قوي مؤلمة جوانا، لأننا ببساطة طول ما احنا عايشين هنفضل نقابل الحاجات دي والناس دي. طول ما احنا مصرين
على الاحتفاظ بكيس الزبالة اللي جوانا هنخسر حياتنا. الكيس لازم يترمي وما نستناش لما يتملي، وساعتها أحزاننا هتتوه جوانا ونرجع نحاول نلملم فيها تاني ونحطها في الكيس. لازم يترمي أول بأول وفي المكان الصح، والمكان الصح الوحيد هو النسيان. عارفة شيء صعب بس مش مستحيل، ما هو مش ممكن هنسيبه جوانا، هيخلص على كل حاجة حلوة فينا. وبرضه مش هنعمل زي الناس اللي بترميه من الشباك بإننا نطلع غضبنا وحزننا على الناس اللي حوالينا من غير ذنب ليهم. لازم ننسى، لازم الكيس يترمي، علشان طول ما احنا عايشين محتاجين أكياس فاضية نلم فيها الزبالة ونرميها، علشان ما نأذيش نفسنا ولا الناس اللي حوالينا. زي ما بننظف بيوتنا لازم ننظف جوانا. لازم كيس الزبالة يترمي أول بأول وفي المكان الصح. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.